اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شجعوني بلايك أو بكومنت أو باشتراك منكم ليا في القناة، هتشوفوا وصفات حلوة جديدة. بعد كده أسيبكم مع كيكة الموز الخطيرة. يا مساء الفل والجمال على اجمل متابعين في الدنيا. دي بقى احلى والذ كيكه ممكن تعمليها، كيكه الموز. طعمها في حته تانية كده، وريحه الموز اصلا في اي معجنات خطيره خطيره بجد. لازم تجربيها ولازم تعمليها. كيكه سهله وجميله وهتحبيها وكانها تورته بالظبط، واولادك هيحبوها كمان. بصوا، دي كيكه الموز بطبقه الكراميل والموز. كيكه الموز بصوا اهيت. بصوا بقى قد ايه جميله وهشه. طعم الموز مع الكراميل موديها في حته ثانيه، تحفه تحفه. لازم تجربيها وسهله وبسيطه. ويلا اللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. بصوا من عندنا احنا بقى ممكن نضيف لها اضافه كده. تمام، حاطين عليها صوص الكراميل. خطيره يا جماعه، والله العظيم خطيره. هنا بقى طبعا هنعمل مقادير الكيكة العادية بتاعتنا خالص. جبت عندي 3 بيضات عادي صغيرين بدرجة حرارة المطبخ، وحطيت عليهم 2 باكت من الفانيليا. خلاص، الكيكة بقى الطبيعية بتاعتنا خالص، بس هتبقى حجمها اقل شوية او الارتفاع بتاعها بيبقى اقل شوية. دي طبيعة كيكة الموز. وحطيت معاهم 1.5 كوباية من اللبن، ونص كوباية او زيادة شوية زيت على سمنة. لازم تحطي السمنة فيها، بتدي طعم وريحة جميلة قوي وزي ما انت تحبي. وجبت 2.25 كوباية من الدقيق، وحطيت عليهم ذرة ملح، وحطيت عليهم معلقة بيكنج باودر ومعلقة صغيرة كيك شيف. ممكن تستغني عن البيكنج باودر او الكيك شيف هنا في الوصفه دي عادي، لان في الوصفه دي مش مهم فيها الارتفاع يكون كبير، لانها هي بتبقى طالعه عامله كده شبه قطع الجاتو او الحاجات بصوا هي طعمها خيال. وجربيها، الموز مودي الطعم في حته تانية، وريحته في المعجنات خطير، وولادك هيحبوها قوي قوي قوي. وكفايه الشكل بتاعها مع صوص الكراميل اللي احنا عملناه. انا عملت يا جماعه صوص الكراميل، بس كان التصوير والله بالعمودي اهو زي ما انتم شايفين. التصوير كان عمودي، فما حبيتش ادخل ده في قلب ده، كان هيبقى مؤذي للعين شويه او هيبقى الفيديو مش كويس. فمعلش سامحوني على الحته دي. انت بتجيبي كوبايه الا ربع سكر وتحطيها على النار لحد ما تتكرمل قدامك. سهل وبسيط جدا جدا الكراميل اللي احنا عملناه. وسامحوني على ان انا ما صورتوش. خلاص، وتقطعي الموز بقى بالشكل اللي انت تحبيه. انا حبيت اقطعه كده نصين وتقلبيه، وشكله برضو كان خطير قوي. انت حابه تقسميه، حابه تعمليه اللي هو الدواير الصغيره بتاعه الموز زي ما انت تحبي. لكن انا عملته الشكل ده، كان شكله خطير وجميل ومدي كده الشياكه، وكانها في الاخر تورته انت جايباها من بره. فرحي عيالك في اعياد ميلادهم، في اي حاجه هيحبوها، وشكلها جميل جميل جميل، غير الطعم بتاعها تحفه. وكل الاولاد طبعا بيحبوا الموز وهيحبوه في الوصفه دي قوي. خلاص، صبيت عليها معجون الكيكه او خليط الكيكه اللي احنا عملناه. خلاص، وهدخلها على درجه حراره الفرن العاديه جدا او المتوسطه، وهتطلع زي ما انتوا قدامكم ديت عادي. الفتحات اللي انتوا شايفينها دي عادي، ما تقلقيش، لان بيبقى الموز تحت ضاغط شويه عليها، فبتطلع كده. وتقلبيها بقى على الوش التاني، هي بتتقدم كده على الوش التاني. ده خطير يا جماعة، والله العظيم ما عايزة افخم لكم فيها اكتر من كده، بس انا عايزة اديها حقها. تحفة تحفة كيكة الموز الخطيرة الجميلة ديت. يلا اللي ما عمليش لايك يعمل لي اشتراك في القناة ويفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد انا بقدمه. بصوا طالعة زي الجاتو، طالعة زي الجاتو، تحفة وحياة ربنا، تحفة تحفة وخطيرة خطيرة. وطعم الموز والكراميل اللي احنا عملناه، كراميل السكر، كان تحفة. شايفين جمالها وقوامها. اشوفكم في فيديو جديد.